صينية البقلاوة بالجلاش، يا جماله يا جماله. عايزه اقولك ان انت لو بتشتري الصينيه دي من بره اقل حاجه 500 جنيه. شايفين الجمال والحلاوه ده كله ما كلفنيش حوالي من 20 ل 25 جنيه. هتعملي احلى واجمل صينيه بقلاوه بالجلاش، مش هتكلفك حاجه خالص لولادك في البيت. بسم الله ما شاء الله، بجد تحفه. شايفين جميله قد ايه؟ عايزه اقولكوا بجد لونها وطعمها وشكلها خطير. شايفين الجمال والحلاوه؟ اعمليها لاولادك في البيت، صدقيني هينبسطوا بيها جدا جدا، لزوم المذاكره بقى والدلع. يلا نبدا بسم الله ونصلي على الرسول. واول حاجه هجهز عندي السيرب. هجيب كوبايتين من السكر، هضيف عليهم كوبايتين من الميه البارده، نقطتين من الفانيليا، هرفعهم على النار لحد ما يغلوا. بعد كده بقى اعصر عليهم نص عصره ليمون واسيبهم حوالي 10 دقايق على النار، واسيبهم على جنب بقى يبردوا. بعد كده بقى هنجهز للحشوه القمر بتاعتنا دي، وعايزه اقول لك فيها تركايه بجد تجنن، ما تفرقش حاجه عن اللي احنا بنشتريها من بره. هجيب نص كوبايه من الفول السوداني المجروش، ونص كوبايه من جوز الهند، ونص كوبايه من الزبيب، وهضيف عليهم معلقه كبيره من القرفه. عايزه اقولك بتخلي الحشوه بتاعتنا في حته تانية خالص. بعد كده بقى هجيب نص كيلو من الجلاش، لفه جلاش. عايزه اقولك يعني بتعمل لها حوالي من 12 ل 13 جنيه. هجيب بقى صاج كده وادهنه بالزبده بالشكل ده كده. وبعد كده بقى هنجهز التشريبه القمر دي مع بعض اللي هنسقي بيها الجلاش بتاعنا. هجيب كوبايه من الحليب ونص كوبايه من الزبده مسيحاها بالشكل ده كده، وابتدي بقى اقلبهم بالشكل القمر ده كده. وعايزه اقولك بقى ده الخطوه المهمه جدا اللي هتخلي الجلاش بتاعي مورق، وهسقي بيها الجلاش بتاعي. بجد بجد بتفرق جدا. يعني لما تسقي الجلاش بالحليب احسن بكتير لما بتعمليه بالسمنه او بالزبده، بس بيخلي الجلاش طري بجد وفي منتهى الجمال وبيبقى مورق وطعمه تحفه. بعد ما دهنت الصاج كويس جدا بالزبده وجهزت التشريبه بتاعه القمر دي، هجيب بقى نص كيلو الجلاش اللي عندي هقسمه على 2. هو حوالي بالظبط 12 ورقه. هاخد 6 كده على جنب، وهاخد ال6 التانيين بقى هشتغل فيهم بالشكل ده كده. هبتدي ارص ورقتين مع بعض كده بالشكل القمر ده كده زي ما انتم شايفين في الصاجه اهوت. وهبتدي بقى اسقي الورقتين دول بالشكل ده كده. يا كويس جدا من التشريبه القمر اللي احنا عملناها دي، ما تقلقيش ما تخافيش ان هو يعجن معاكي ولا اي حاجه خالص. اسقي على قد ما تقدري، كل ما تسقيها كل ما هيورق معاكي. عايزه اقول لك بجد بيبقى تحفه. زي ما انتم شايفين انا هنا اخدت نص الكميه كلها وفردتها بالشكل القمر ده كده. وزي ما اتفقنا تقدري تدهنيها ورقه ورقه. لو انا هنا دهنت كل ورقتين مع بعض بالشكل ده كده، عايزه اقول لك مش هيفرق، يعني مفيش اي مشكله خالص زي ما انتم شايفينه. بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم بجد كان تحفه. هنا بقى خلاص كنت حطيت نص الكميه كلها بتاعه الجلاش اللي عندي. هبتدي بقى كده اسقي الورقه الاخيره دي واسيبها كده متطرفه، علشان لما اجي احط الحشوه بتاعتي ما تخرجش بره الجلاش بالشكل ده كده اهو زي ما انتم شايفين. هجيب بقى الحشوه كلها بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم بجد ريحتها جميله جدا. قد ايه معلقه القرفه فارقه بجد في الحشوه. لو انت عايزه تضيفي عليها كمان معلقتين من السكر مفيش اي مشكله خالص، بس انا كده كده بسقيها سيرب يعني فيبقى مسكر عادي مفيش مشكله بالشكل القمر ده كده. حطي ما تستخسريش. عايزه اقول لكم بجد البقلاوه دي بجد بيبقى تحفه جدا جدا جدا. شايفين بعد ما حطيت الحشوه كلها قفلت بقى من الطرف ده على الطرف ده بالشكل القمر ده كده، علشان اضمن ان الحشوه بتاعتي ما تخرجش من الاطراف. وابتدي بقى ارص باقي كميه الجلاش اللي عندي زي ما اتفقنا ال6 ورقات اللي لسه فاضلين بالشكل القمر ده كده. وهبتدي اطبق نفس الخطوات اللي كنت هسقي بقى باقي كميه الجلاش اللي لسه فاضله عندي بالشكل ده. بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لك لو الورقه بتاعتك متقطعه او مهدوره مفيش اي مشكله خالص، هتعامل معاها معامله النيه سليمه وهتطلع معاكي تحفه وفي منتهى الجمال اهو. شايفين بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم بجد مش هيكلفك اي حاجه خالص زي ما بتجيبيها من بره بجد باسعار خياليه. بتوصل يعني الكيلو ممكن يوصل ل 350 جنيه. انا هنا عملت بحوالي 15 او 20 جنيه. صاج كبير جدا بسم الله ما شاء الله تحفه وفي منتهى الجمال. سهل وبسيط مفيش فيه اي صعوبه ولا اي مشكله، وفي 5 دقايق بتكون جاهزه عندك بالشكل القمر ده كده زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله. احلى صاج بقلاوه اعمليه لاولادك في ايام الدراسه. عايزه اقول لك بجد هينبسطوا بيه جدا جدا ويغيروا المود بتاعهم بجد زي ما انتم شايفين اهو. بسم الله ما شاء الله. انا خلصت الكميه اللي عندي كلها بالشكل القمر ده لحد اخر طبقه طبعا زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى اقطعها سمبوكسات صغيره كده بالشكل ده كده اهوت، علشان طبعا البقلاوه بيبقى حجمها صغير، لان طبعا احنا بنعمل بقلاوه الجلاش مش بنعمل اصابع الجلاش او مثلثات الجلاش، بنعمل البقلاوه. فعلى قد ما تقدري صغري التقطيعه بتاعتك، كل ما تصغريها كل ما تطلع معاكي بجد جميله جدا وهيحبوها جدا جدا وهينبسطوا بيها جدا. انا هنا قطعت الجلاش بتاعي بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. الحجم ده صغير بالشكل القمر ده كده. هبتدي بقى اقطعها سمبوكسات، واحده يمين واحده شمال بالشكل ده كده. وتقدري طبعا تقطعي التقطيعه اللي انت حباها. انا حبيت اعملها شكل البقلاوه اللي احنا بنجيبها من بره في المحلات، بيبقى اسعارها فلكيه بجد زي ما انتم شايفين اهو. بسم الله ما شاء الله. سهله جدا وبسيطه
قوي. لو انت عايزه تقطعيها اصابع صغيره برده مفيش اي مشكله خالص. الفرق بين بقلاوه الجلاش والجلاش نفسه ان البقلاوه بالجلاش دي بيبقى حجمها صغير وبيبقى اشكالها كتيره جدا ومختلفه، وبجد بيبقى شكلها ظريف زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. جربي تحطي الحليب على الجلاش، صدقيني هتنبهري بجد من النتيجه في الاخر، هتطلع بسم الله ما شاء الله حاجه في منتهى الجمال. شايفين الجمال والحلاوه. عايزه اقول لكم اللهم بارك حاجه كده زي العسل. تقدري تعملي صاج زي ده كده مش هيكلفك زي ما اتفقنا حوالي 15 ل 20 جنيه، وتهدي بيه ضيوفك وحبايبك هينبسطوا جدا جدا بيه زي ما انت شايفه كده. بسم الله ما شاء الله. بعد ما قطعت صاج البقلاوه اللي عندي بالشكل القمر ده كده، هبتدي بقى اخد التشريبه اللي انا عملتها معاكم وهبتدي بقى ادهن بيها وش الجلاش بالشكل ده كده اهو. وتاكدي ان الجلاش كله شرب بالشكل ده كده. بسم الله ما شاء الله. تاكدي ان صاج البقلاوه بتاعك كله شرب بالشكل ده كده علشان يطلع لك في الاخر نتيجه زي العسل. بعد كده بقى هجيب زبده مسيحاها بالشكل ده كده وابتدي بقى ادهن وش الجلاش بتاعي بالشكل ده كده، او عايزه اقول لك سمنه او زيت اي حاجه عندك المتوفر مفيش اي مشكله خالص، ادهنيها بالشكل ده كده. عايزه اقول لك بسم الله ما شاء الله يخلي وش البقلاوه بتاعتك حمراء زي ما بتيجي من المحلات بالظبط وواخده لون بسم الله ما شاء الله اللهم بارك في منتهى الجمال. شايفين بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم بجد كنت مبسوطه جدا جدا وانا بعمله، ومبهوره بجد من النتيجه قد ايه لما احط الحليب على الجلاش هيطلع لي بسم الله ما شاء الله حاجه في منتهى الجمال كده. زي ما انتوا هدخله بقى الفرن على درجة حرارة 200 على الصاجة على طول. هيقعد حوالي ربع ساعة. اول ما الاقيه احمر من تحت واخد اللون هعرف ازاي. طبعا هلاقي الطروف عندي احمرت، هقوم مشغلة عليه الشواية 10 دقايق ياخد اللون الذهبي من القمر ده كده زي ما انتوا شايفين. يطلع معاكي بجد تحفة وفي منتهى الجمال. انا بحبه بصراحة يعني ان هو يبقى واخد اللون ده كده ويبقى محمص وناشف زي اللي بيجي من بره بالظبط. بعد كده بقى اطلعه. يعني عايزة اقولك هو سخن جدا، تقدري بقى تسقيه بالسيرب اللي احنا عملناه مع بعض وكنا سايبينه ده زي ما انتوا شايفين كده. هتسقيه وهو سخن علشان يشرب الشربات بالشكل القمر ده كده زي ما انتوا شايفين. هيطلع معاكي حاجه اللهم بارك زي العسل زي ما انت شايفه اهوت. عايزه اقول لكم بجد كانت تحفه جدا جدا، والحشو بجد كان طعمها مختلف غير العادي اللي احنا متعودين عليها. قد ايه معلقه القرفه فرقت فيها وطلعت لي في الاخر النتيجه في منتهى الجمال. اعمليه لاولادك في البيت صدقيني هينبسطوا بيه جدا. غيروا لهم مود المذاكره زي ما انت شايفه اهو حاجه في منتهى الجمال اللهم بارك زي ما انتوا شايفين. وده كده كان الفيديو بتاعنا النهارده. وطبعا لو عجبكم الفيديو ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.